ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. حلقه جديده من حلقاتنا. هنتكلم النهارده في الكوره، وهنتكلم النهارده في تقديم صفقات الزمالك. الزمالك عامل لحد دلوقتي 4 صفقات: مهدي سليمان، احمد شريف، شيكو بنزا، وعمر نصر. هنتكلم النهارده في تقييم التقديمات من وجهه نظري انا، يعني انا هقيم التقديمات ونشوف مع بعض ايه احسن تقديمه تمام من وجهه نظري. وانت برضو ما تنساش تكتب لي في الكومنت ايه احسن تقديمه انت حبيتها. تمام. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر ان احنا نكمل مع بعض باذن الله. طيب تعال نبدا كده بتقديمه المهدي سليمان. تمام. تقديمه عاديه جدا، يعني زي ما انت شايف في الفيديو. يفتح شنطه العربيه، لابس قناع، بيطلع كوره، بيلبس الجوانتي. تمام. بيطلع كوره، بيتست الكوره كده. دايما حراس المرمى بتلاقيهم يعني لازم كده ايه الكوره على الجوانتي، يشوفوا كده الدنيا فيها ايه. تمام. راح وبعد كده جه قلع القناع. ماشي. يعني هي تحس ان هي ايه، يعني ما فيهاش اي ابداع، ما فيهاش اي كرييتيف تقدر ان انت تقول والله لا دي تقديمه حلوه ويعني قشطه يا جدعان، لا فيها شغل. فدي بالنسبه لي يعني اقل تقديمه في التقديمات الاربعه اللي حصل لحد دلوقتي. تعال بعد كده نخش على شيكو بنزا. تمام. الراجل داخل صاله، ماشي مشي. طبعا اللبس الافريقي اللي الناس يعني ستايل افريقي، هو انجولي ستايل افريقي شويه. يعني بيحبوا كده اللبس اللي هو الاوفر سايز، الجزم السنيكرز كده يعني. تمام. دخل ماشي، نطط هوب 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 الراجل. تمام. شيكو بنزا ماشي. تمام. ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش حاجه، بس يعني فيها سسبنس كده شويه. تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم على التقديمه اللي انا حبيتها، اللي انا بالنسبه لي انا دي احسن تقديمه. يعني الاثنين بتاعت عمر ناصر واحمد شريف حلوين جدا، واقول لك حلاوه كل واحده فيهم في ايه. تمام. طيب اول حاجه تعالى نشوف بتاعت عمر ناصر كده. الراجل دخل مكتبه. تمام. جاب كتاب الزمالك. ماشي. فتح حسن شحاته، كابتن حسن شحاته، كابتن جمال عبد الحميد، ايمانويل. تمام. كابتن حماده امام رحمه الله عليه طبعا في البدايه طبعا يعني. تمام. حليم علي، انا بعشق عبد الحليم علي يا جماعه، ما فيش زملكاوي ما بيحبش عبد الحليم علي من الاخر. طبعا صوت شوبير ده مقصود ان انا هقفل الكتاب بعدها. تمام. تقديمه بسيطه جدا فيها انت بتأرخ او بتوثق حاجه. تمام. ان عمر ناصر مهاجم عاوز يكتب تاريخ جديد مع الزمالك. تقديمه تحفه تحفه. عايز اكتب تاريخ جديد، ولا بقى الراجل طلع واتشنج ولا الكلام ده كله. تقديمه بصراحه انا مبسوط بيها جدا جدا جدا. تقديمه احمد شريف بقى فيها شويه لعب. تعال بقى اقول لك شويه اللعب بتاع احمد شريف فيها ايه. تعال. الراجل دخل، راح على الباسكت اللي فيه كور، مسك اول حاجه دي بالونه ما علينا منها خالص، مش عايزينها. وطبعا انتوا شايفين لون البالونه ايه. تمام. لون البالونه طبعا احنا عارفين ايه هو، وعارفين مين البالونه يعني. الراجل مسك كوره بينطط، شاط الكوره. هنا بقى الحته اللي احنا كجمهور زمالك بنحبها جدا. تمام. الراجل مسك كوره، بعد ما مسك كوره نطط وشاط الكوره خلاص، مسك السناره بقى، سناره الجمهور او السناره بتاعه الالتراس. تمام. ومع اغنيه في الكورفا سود. هي دي الحته ايه اللي فيها الحشو، زي ما بنقول كده. انت فاهم، انت ماسك السناره تلعب بيها، وبيلعب بالسناره حلو جدا على فكره. تمام. معرفش، انا عارف مين اللي علمه يلعب بالسناره كده، انا عارف. تمام. بيلعب بالسناره تحفه. و لا تقديمه جميله جدا بصراحه. واحنا الملوك، احنا الزمالك. تقديمات الزمالك لو هاجي اقيم احسنهم بالنسبه لي انا عمر ناصر، احمد شريف، شيكو بنزا، اخر واحده المهدي سليمان. فبصراحه تيم الزمالك عامل شغل عالي جدا، عالي فوق العالي بصراحه الفتره الاخيره. من فيديوز لكرييتيف لافكار الناس بتنتجها، توقيتات تنزيل الصفقات ده مهم جدا. التوقيت اللي بينزل فيه الصفقه مهم جدا جدا جدا. بتعلن قبلها بالجرس الجديد، ولا بقى عربيه الاسعاف، ولا سياره السرينه بتاعت الاسعاف، ولا الكلام ده كله. جرس فكره جديده. فتيم سوشيال ميديا الزمالك، شكرا جدا جدا لتيم سوشيال ميديا الزمالك. وان شاء الله باذن الله من تقدم لتقدم لافكار، لان انتوا انا عارف ان انتوا ناس مبدعين جدا جدا.
تيم سوشيال ميديا الزمالك انتم مبدعين وهتكملوا، وانا واثق في اللي جاي، وواثق في الصفقات اللي جايه، او في اي حاجه هتحصل للنادي الفتره الجايه. سوشيال ميديا الزمالك يعني ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. شكرا جدا ليكم. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب اهم حاجه عشان نقدر ان احنا نكمل في الفيديوهات بتاعتنا.